السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين حبايبنا في تانية ثانوي. النهارده ان شاء الله هنكمل في الكالكولس. خدنا ايه في الكالكولس؟ خدنا الليميت. الكالكولس كله بيتكلم على ليميت. الدرس بتاع النهارده علمي بس. ليه علمي؟ عشان الادبي خلص عند الانفينيتي، الليميت خلص عند الانفينيتي. طيب العلم مكمل معانا وبياخد درس جديد زياده اسمه ليميت اوف تريجونومتريك فانكشن. ايه هي التريجونومتريك فانكشن؟ الساين والكوزاين والتان والسيك والكوزيك والكوتان برضه. طيب بس بيبقى عندنا مشكله في الدرس ده، مش في الدرس نفسه، لا في الحاجات القديمه. فتعالى افكرك بالحاجات القديمه اللي خدناها قبل كده. صلى على النبي. ايه الحاجات اللي احنا خدناها قديمه؟ والله يا عم الحاج اول حاجه واسهل حاجه لما اجي اقول لك كده ساين اكس ثانيه واحده، كوزاين اكس، تان اكس، سك، كوزيك، كوتان. ساين اكس هي 1 اوفر كوزيك اكس. طب والكوزاين 1 اوفر سك. طب التان 1 اوفر كوتان. طب السك 1 اوفر كوزاين. طب الكوزيك 1 اوفر ساين. طب الكوتان 1 اوفر تان. مع العلم ان التان برضو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ساين اوفر كوزاين. ساين اوفر كوزاين. يبقى تاني الساين 1 اوفر كوزيك، الكوزاين 1 اوفر سيك، التان 1 اوفر كوتان، السيك 1 اوفر كوزاين، الكوزيك 1 اوفر ساين، التان الكوتان 1 اوفر تان. كويس اللي انت جيت عشان الدرس ده محتاجك. اقعد. الله المستعان. الله المستعان. طيب التان عباره برضو عن ايه اوفر ايه؟ ساين اوفر كوزاين. طيب ايه الكلام ده؟ ده اللي احنا خدناه في اولى اعدادي. ايه تاني برضو عايز افكرك بيه؟ 3 حاجات نحفظهم، 3 قوانين نحفظهم بنستخدمهم كتير قوي. ايه هم القوانين دي؟ اول قانون ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1. تاني ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1. ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1. ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1. ايه تاني؟ 1 بلس تاني سكوير ايكوال سيك سكوير. 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 ايه تاني اللي حفظناه تاني برضو؟ 1 بلس كوتاني سكوير ايكوال كوزيك سكوير. 1 بلس كوتاني سكوير ايكوال كوزيك سكوير. احفظهم معلش عشان خاطري، دول بتوع اولى ثانوي. ايوه بتوع اولى ثانوي. ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1. ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1. 1 بلس تاني سكوير ايكوال سيك سكوير. 1 بلس كوتاني سكوير ايكوال كوزيك سكوير. خلي بالك مش تحفظ دي بس، انت لو حفظت دي كويس قوي 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 هتعرف ان لو انا جيت قلت لك 1 ماينس كوزاين سكوير اكس ايكوال ايه؟ تسلم، ساين سكوير اكس. طب لو سألتك 1 ماينس ساين سكوير اكس ايكوال ايه؟ ايكوال كوزاين سكوير اكس. طب لو جيت سألتك بقى سؤال اصعب منه بقى، سيك سكوير ماينس 1 ايكوال ايه؟ تسلم، تاني سكوير. طب لو جيت قلت لك سيك سكوير اكس ماينس تاني سكوير اكس هتبقى ايكوال 1. طب كوزيك سكوير ماينس 1 كوتاني سكوير. كوزيك سكوير ماينس كوتاني سكوير ايكوال 1. طيب دول الحاجات اللي احنا خدناهم في السنين اللي فاتت وكنت اتمنى ان انت تراجعهم. حاجات تانية حاجات تانية. الحاجات التانية هنراجعها واحنا بنحل الاسئله. الحاجات اللي هي زي ايه؟ ساين 90 بلس سيتا، كوزاين 90 ماينس سيتا. ولا نراجع عليهم دلوقتي؟ نراجع عليهم دلوقتي. طيب صلى على النبي. مبدئيا كده افكرك بس بحاجه صغيره الاول. لو انا جيت قلت لك ساين نيجاتيف اكس كوزاين نيجاتيف اكس تان نيجاتيف اكس، دي كده اولى ثانوي صرف. الكوزاين بتاكل النيجاتيف،
واي حاجه تانية تطلع النيجاتيف بره. الكوزاين بتاكل النيجاتيف، الكوزاين بتاكل النيجاتيف اللي جواها، اللي جواها. يعني ما حدش يلاقي نيجاتيف هنا يقول لي الكوزاين بتاكل النيجاتيف، لا، انا الكوزاين بتاكل النيجاتيف اللي جواها. طب اي حاجه تانية بتطلع النيجاتيف بره. يعني لما اقول لك ساين نيجاتيف اكس هي النيجاتيف ساين اكس، كوزاين نيجاتيف اكس هتبقى كوزاين اكس. بس ليه؟ ما الكوزاين بتاكل النيجاتيف. طب دي هتبقى نيجاتيف تان اكس. طيب وخدنا برضو في اولى ثانوي مبدا كان اسمه استك. كان اسمه ايه؟ استك. يعني ايه استك؟ قول. يعني عايز افهم من الكلام ده ان نيجاتيف كوزاين اكس مختلفه تماما عن الكوزاين اكس اساسا. عن الكوزاين نيجاتيف اكس. حطيت النيجاتيف قبل الكوزاين ما هي مختلفه عن دي. نقول تاني، دي معناها مثلا لما اجي اقول لك كوزاين نيجاتيف 30، تمام؟ فالكوزاين بتاكل النيجاتيف، يعني كوزاين نيجاتيف 30 لو حسبتها على الاله هتطلع قد الكوزاين 30. لكن لما احط نيجاتيف هنا بره، النيجاتيف مالهاش دعوه بالساين والكوزاين، الناتج اللي يطلع حطه قدامه نيجاتيف. يعني اللي هيطلع من الساين او الكوزاين او التان حطه قدامه نيجاتيف، يعني اللي هيطلع من الساين هنحط قدامه نيجاتيف. طيب ايه مبدا استك ده بقى؟ اول ساين تان كوزاين، اول ساين تان كوزاين. يعني لو انت بتحسب انجل في الفيرست كلهم هيبقوا بوزيتيف، اي ناتج هيطلع بوزيتيف. ايه ده؟ مش فاهم. يعني ساين 30 كوزاين 30 تان 30، اي انجل مكانها في الفيرست تحسب لها ساين كوزاين تان سيك كوزيك كوتان هيطلع بوزيتيف، رقم الاجابه هتطلع بوزيتيف. طب لو انا بحسب انجل في السكند اللي هي اكبر من 90 واصغر من 180، الساين الاجابه الوحيده اللي هتطلع بوزيتيف هي الساين، واي انجل ثانيه هتطلع بالنيجاتيف. يعني لو انا جيت قلت لك ساين 120 هتطلع بوزيتيف، كوزاين 120 هتطلع بالنيجاتيف، تان 120 هتطلع بالنيجاتيف. طب في الثيرد التان بتطلع بوزيتيف، طب في الفورس الكوزاين بتطلع بوزيتيف. ليه يا مستر بتقول لي الكلام ده؟ عشان افكرك بالمبدا ده. لما اجي اقول لك كده مثلا ساين 90 بلس سيتا، او ساين 90 ماينس سيتا. ايه تاني؟ ساين 180 مثلا بلس سيتا، ساين 270 ماينس سيتا. وممكن نقول برضو كوزاين عادي او تان، كوزاين 90 ماينس سيتا وكوزاين 180 ماينس سيتا. صلى على النبي. جينا قلنا في اولى ثانوي، لا انت ان شاء الله هتفتكر الموضوع ده، في اولى ثانوي ان في حاجه اسمها اولاد البطه البيضاء وحاجه اسمها اولاد البطه السوداء. ايه اولاد البطه البيضاء؟ ال 90 وال 270. وايه اولاد البطه البيضاء؟ 180 و 360. ولاد البطه السوداء مين؟ 90 و 270. ولاد البطه البيضاء 180 و 360. يعني ايه ولاد البطه السوداء؟ بيغيروا. مش فاهم. يعني لما اقول لك ساين 90 بلس سيتا، 90 ولاد البطه السوداء، تخلي الساين كوزاين. طب وتخلي الكوزاين ساين، التان كوتان والكوتان تان. طيب ساين 90 ماينس سيتا، 90 ولاد البطه السوداء، تخلي الساين كوزاين. طب 180 ولاد البطه البيضاء ما بيعملوش حاجه، تفضل زي ما هي ساين. طب 270 ولاد البطه السوداء، تخلي الساين كوزاين. طب ال 90 ولاد البطه السوداء، تخلي الكوزاين ساين. طب 180 ولاد البطه البيضاء، تخلي الكوزاين زي ما هي كوزاين. يا مستر احنا كنا فاكرين الكلام ده. اللي مش فاكرينه بقى وبنتلخبط فيه البوزيتيف والنيجاتيف. يعني ايه البوزيتيف والنيجاتيف؟ تعالى اسالك. الانجل دي 90 بلس سيتا، ادي 90 180 270 ودي 360 هنا تحت. لما اقول لك 90 بلس سيتا، 90 وبلس حته، يبقى انا واقف هنا. لو بتحسب ساين تبقى بوزيتيف، بتحسب اي حاجه ثانيه تبقى نيجاتيف. طيب هنا انا بحسب 90 بلس سيتا في السكند، بحسب ساين ولا كوزاين؟ ساين، يبقى الساين بوزيتيف. طب بس الاجابه هنا كوزاين، انا ماليش دعوه بالاجابه، انا ليا دعوه بالسؤال. طيب ساين 90 ماينس سيتا، 90 ماينس حته يبقى مكانها في الفيرست كله بوزيتيف. طب تعالى هنا ساين 180 بلس سيتا مكانها فين؟ ادي 180 بلس سيتا يعني بلس حته، بلس حته يبقى مكانها هنا. مين اللي بوزيتيف هنا؟ التي يعني تان. وانا بحسب ايه؟ ساين، تحط نيجاتيف. ما هي التان بس اللي بوزيتيف والباقي كله نيجاتيف. طب 270 ماينس سيتا، 270 ماينس حته
في السرد؟ مين اللي بوزيتيف في السرد؟ التان، وانا بحسب ساين يبقى تحط نيجاتيف. طب كوزاين 90 ماينس ثيتا، 90 ماينس حته يعني في الفيرست كله بوزيتيف. كوزاين 180 ماينس ثيتا يعني مكاني في السكند. انت بتحسب مين؟ كوزاين. ومين اللي بوزيتيف في السكند؟ الساين. انت بتحسب كوزاين تبقى بالنيجاتيف. قشطه؟ صعب الكلام ده؟ امين؟ دي حاجات اولى ثانوي احفظها احفظها. تعال نشوف الدرس بتاع النهارده بيحكي في ايه. طيب صلى على النبي بقى وزيد النبي كمان صلاه. احنا النهارده قلنا هناخد ليميت اوف تريجونومتريك فانكشن. ليميت اوف تريجونومتريك فانكشن. صلى على النبي، احنا هنمشيها تاتا تاتا وبالراحه، استيكرات، حاجات بنشوفها نطبقها بس. ايه الاستيكرات دي بقى؟ قال لك لو انا جيت قلت لك ليميت x تندس تو 0، ليميت x تندس تو 0 لساين x على x، او قلت لك ليميت x تندس تو 0 لتان x على x، مبدئيا لو عوضنا هتطلع 0 على 0، لو عوضنا هتطلع 0 على 0. ف0 على 0 يعني ليها حل. فاحنا عارفين ايه بقى؟ ان ليميت x تندس تو 0 لساين x على x شيلها واكتب مكانها 1. طب ليميت x تندس تو 0 تان x على x هنشيلها ونحط مكانها 1. قشطه؟ قشطه. نظريه عندنا. طب هل هي هتيجي كده؟ ما ممكن ما تجيش كده. امال تيجي ازاي؟ تيجي كده، ليميت x تندس تو 0 ساين ax على bx، او ليميت x تندس تو 0 لساين، ساين ايه بقى؟ ما احنا قلنا ساين، يبقى احنا نقول مكانها ايه؟ تان بقى. ليميت تان ax على bx. صلى على النبي. ساين ax على bx الريزلت بتاعي هيطلع a على b. طب ليميت x تندس تو 0 تان ax على bx ايكوال a على b. ما بطيرش الاكس مع الاكس، لا، اللي هي نظريه عندنا بنحفظها. ما بطيرش الاكس مع الاكس، هي تان اي اكس على بي اكس، باخد الرقم اللي قدام الاكس على الرقم اللي قدام الاكس. تاني ساين اي اكس على بي اكس، باخد الرقم اللي قدام الاكس على الرقم اللي قدام الاكس، يبقى ايه على بي. قشطه؟ قشطه. طيب قال لي انت خلي بالك برضو ان زي ما انا قلت لك ساين اكس على اكس ايكوال 1، فاكس على ساين اكس ايكوال كام برضو؟ طب واكس على تان اكس 1. طب بي اكس على ساين اي اكس بي على ايه؟ طب بي اكس على تان اي اكس بي على ايه برضو؟ قشطه؟ قشطه. طيب حاجه مهمه بقى لازم نبقى عارفينها لما اجي اقول لك كده، سواء في الساين او الكوزاين، ليميت نجمه تندس تو 0 ساين A نجمة على B نجمة ايكوال كام؟ ال A على B. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عايز اوصل لك ان مش شرط اكتب لك هنا x، ممكن اكتب لك هنا لوجي ساين A لوجي على B لوجي تطلع A على B. حمادة تندس تو 0 ساين A حمادة على بي حماده ايكوال ايه على بي. ليميت صالح تندس تو 0 تان ايه صالح على بي صالح هتطلع في الاخر ايه على بي. ايه على بي. طب اسمع دي بقى، لو انا جيت قلت لك دي اكس بلس 1 وهنا اكس بلس 1 وهنا اكس بلس 1 تندس تو 0، الريزلت يبقى ايه؟ ايه على بي. ايه على بي. من الاخر اللي يبقى هنا يبقى هنا يبقى هنا. قشطه؟ قشطه. عندي بقى حتتين بنغلط فيهم، الا وهما لما اجي ادي لك سؤال كده بقى، ليميت اكس تندس تو 0 ساين
سكوير اي اكس على بي اكس سكوير، واقول لك ليميت اكس تندس تو 0 لساين اي اكس سكوير على بي اكس سكوير. ايه الفرق ما بينهم هما الاتنين؟ السكوير هنا اللي تحت مالناش دعوه بيه، كانه مغاش في الدنيا. فوق بقى ولا هناخده عشان الساين. حياك، انت كنت مهندس. صلى على النبي. دي الباورتو على مين؟ على الساين. طب ودي باورتو على مين؟ على اكس. الباورتو اللي على الاكس دي وباورتو على الاكس دي زي اللي فوق، نجمه ونجمه. ما ايه نجمه بي نجمه، والنجمه دي اسمها نجمه باورتو، مش هتفرق. بس الاكس باورتو هنا واكس باورتو هنا، فانا بقول لك ايه اللي قدام الاكس باورتو هنا؟ ايه، وايه اللي قدام الاكس باورتو هنا؟ بي. يبقى الريزلت بتاعي ايكوال ايه بقى؟ ايه على بي. طب هنا قال لي لا، الباور 2 دي على الساين، الباور 2 دي على الساين، فعشان الباور 2 على الساين هقول الريزلت هنا اسمه ايه باور 2 على بي. ايه باور 2 على بي. مستر انا مش فاهمها. بص انا هشرحها لك دلوقتي بس انت هتفهمها اكتر في الاسئله. ليه بقى؟ عشان دي اكني بقول لك كده البي دي اركنها بره. بص انا عايز اكتب لك السؤال، ماشي؟ دي اكني بقول لك اهو ساين اي اكس اول باور 2. طب وتحت البي لوحدها واقول لك اكس وعليها باور 2. فايه رايك لو كملنا البراكت ده كده وكملنا البراكت ده كده وقلنا كله باور 2؟ دي هتطلع ايه على 1 بس عليها باور 2، فهتبقى ايه باور 2 على 1، وفي تحت بي فهتبقى ايه باور 2 على بي. من الاخر لما تبقى الباور 2 على الساين حط على الايه باور 2. طب الباور 2 مش على الساين يبقى تطلع ايه على بي عادي. قشطه؟ تمام. طيب نظريه بقى نحفظها. ايه هي؟ بيقول لي كده ليميت، انا جبت سيره كوزاين في الموضوع؟ لا. ليميت اكس تندس تو 0 1 ماينس كوزاين اكس على اكس ايكوال زيرو. 1 ماينس كوزاين اكس على اكس ايكوال 0، وهناخد كده كده البروف بتاعها في الاسئله. طيب يبقى انا عندي اول حاجه ليميت ساين اكس على اكس ايكوال 1. تاني واحده ليميت تان اكس على اكس ايكوال 1. ليميت ساين اي اكس على بي اكس ايكوال كام؟ ايه على بي. ليميت تان اي اكس على بي اكس ايكوال ايه على بي. طب ليميت 1 ماينس كوزاين اكس على اكس 0. ليميت 1 ماينس كوزاين اكس على اكس 0. طب ليميت نجمه تندس تو 0. نجمه تندس تو 0 يبقى ساين ايه نجمه على بي نجمه ايه على بي. انا مش عارف اركز منك. طيب باشا صلى على النبي، خدها سكرين كده احفظهم اكتبهم عندك عشان دول اللي هنحل بيهم الاسئله. قشطه؟ قشطه. يلا بينا نحل. وخلي بالك انت هتحل معايا، وخلي ورقه صغيره كده على جنب، اي قانون اكتبه اي نوت اكتبها سجلها عندك. قشطه؟ قشطه. يلا بينا نحل. شرحنا اركن الشرح ده على جنب، مش ارميه، لا يعني سيبه جنبك. تعالى بقى نشوف طريقه حل الاسئله. لما جينا نبص على الاسئله كده خير الله ما جعله خير، ما لقيناش ولا سؤال شبه اللي احنا كتبناه البورد اللي فاتت. نعمل ايه؟ اقول لك نعمل ايه. خلي السؤال شبه الكلام اللي احنا كتبناه. مش فاهم، دي كان اسمها ساين بس كانت بتبقى على اكس، ودي تان كانت بتبقى على اكس. اعمل ايه؟ اعمل كله ديفايدد اكس، يعني اعمل فوق وتحت ديفايدد اكس. طب ماشي، بعدين معلش كده قول لي ساين 2 اكس على اكس بكام؟ ب 2 على 1 اللي هي 2. تان 5 اكس على اكس بكام؟ ب 5 على 1 اللي هي، والفهمان كسبان باشا. واحلى مسا عليك يا صفر باشا. انا هقول لك على حاجه صغيره، ان واحد كان لماح قال لي ساين 2 اكس على تان 5 اكس هيها
هتطلع 2 على 5. على طول. يعني ممكن نعمل الحركه دي هنا. ازاي؟ اكني عملت فوق وتحت ديفايدد اكس. فوق هيطلع كام؟ 1 على 5. طب تحت هيطلع كام؟ 2 على 3. هوب احسب على الآلة. داون الداون يطلع اب، تطلع ب 3 على 10. اللهم صل على النبي. خلصت. طب تعالى نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0. ساين 3 اكس ماينس ساين 2 اكس على 5 اكس. اعمل فوق وتحت ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس. ده شغل انفينيتي ده. شبهه. تعالى قول لي الباقي. ساين 3 اكس على اكس ب 3 ماينس ساين 2 اكس على اكس ب 2 اوفر الاكس هتروح مع الاكس. ايه اللي يتبقى؟ 5. 3 ماينس 2 1 على 5. اللي بعده ليميت اكس تندس تو 0. ساين اكس بلس 10 اكس على ساين اكس. كله ديفايدد اكس. ليه؟ عشان جوه الساين اكس دي تطلع بكام؟ ب 1 بلس دي تطلع بكام؟ ب 1 على ساين اكس على اكس بكام؟ ب 1. طلعت في الاخر ب 2. تعالى تاني. ليميت 5 اكس على ساين اكس تطلع بكام؟ 5 على 1. 5 على 1 ماينس 10 تو اكس على اكس ب 2. يا مستر دي ما انا قلت لك بقى اكس على ساين اكس هي ساين اكس على اكس. 5 ماينس 2 بكام؟ ب 3. كل الاسئله اللي خدناها كانت ليميت ساين وتان بس، لكن الكوزاين جبناها في سيره واحده بس. 1 ماينس كوزاين اكس على اكس ب 0. طيب اكس كوزاين 3 اكس تان 2 اكس. عارف انا اقول لك ايه؟ انت هتبص على الجزء ده بس. اشمعنى؟ انا هعتبر السؤال ماشي كده. بص، ليميت اكس تندس تو 0 اكس على 10 تو اكس جنبها كوزاين 3 اكس. ايوه يا مستر انا مش فاهم. فصصت السؤال، فصصته. طيب اكس على 10 تو اكس 1 على 2 صح؟ ماشي، ادي 1 على 2. كوزاين 3 اكس هتعوض الاكس بزيرو. كوزاين 3 تايمز 0 يعني كوزاين 0 وكوزاين 0 بكام؟ ب 1. كوزاين 0 بكام؟ ب 1. يعني الكوزاين ما بتبوظش السؤال. فالناتج طلع هاف تايمز 1 طلعت بكام؟ بهاف في الاخر. يعني كوزاين 3 اكس طلعت بكام؟ ب 1. كوزاين 4 اكس بكام؟ ب 1. كوزاين 5 اكس بكام؟ ب 1. قشطه قشطه. تعال نشوف اسئله كمان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 3 اكس بلس ساين اكس على 2 اكس بلس 10 3 اكس. حماده احنا قلنا هنعمل ايه؟ احنا قلنا هنعمل ديفايدد اكس. طب يلا ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس زي شغل الانفينيتي بالظبط. طيب مليني بقى ايه اللي هيطلع؟ 3 اكس على اكس 3 الاكس راحت مع الاكس بلس ساين اكس على اكس ب 1. طب 2 اكس على اكس ب 2. 10 3 اكس على اكس ب 3. 3 بلس 1 4. 2 بلس 3 5. يبقى طلعت 4 على 5. اللي بعده ليميت اكس تندس تو 0 2 ساين اكس بلس 4 10 2 اكس 2 اكس بلس ساين 3 اكس. ديفايدد اكس يا راجل يا محترم. طب يلا قول لي بقى اول واحده هتطلع بكام؟ اول واحده 2 ساين اكس على اكس. ساين اكس على اكس ب 1 وجنبها 2 يعني هتطلع ب 2 بلس 4 10 2 اكس على اكس. ال4 زي ما هي تايمز 10 2 اكس على اكس ب 2 اوفر 2 اكس على اكس ب 2 بلس ساين 3 اكس على اكس ب 3. طلعت بكام في الاخر؟ اللي فوق طلعت ب 10 اللي تحت طلعت ب 5. حسبتها طلعت ب 2. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0 ساين اكس ماينس 10 3 اكس على 5 اكس كوزاين اكس. حماده ديفايدد اكس. مستر مش دول حاجتين؟ لا دول بينهم تايمز يبقى حاجه واحده. طيب ساين اكس على اكس ب 1 ماينس 10 3 اكس على اكس ب 3. طب 5 اكس على اكس الاكس هتروح مع الاكس اللي هيبقى 5 كوزاين اكس. طب ال5 اهي كوزاين 0 بكام؟ ب 1. كوزاين 0 ب 1. كوزاين 0 ب 1. من الاخر الكوزاين لما تشوفها اعتبرها تيشه مش موجوده معانا. يبقى الكوزاين دي اعتبرها ب 1 ما الريزلت بتاعها ب 1. يبقى خلاص من باقي تحت 5 يبقى طلعت في الاخر بكام؟ بنيجاتيف 2 اوفر ال 5.
طب تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0 3x على 5 tan x minus 2 sin 2x divided x divided x divided x. طب يلا 3x على x ب 3 5 tan x على x tan x على x ب 1 يبقى 5 minus 2 sin 2x على x. اسمع ال 2 دي زي ما هي وساين 2x على x ب 2 2 تايمز 2 فطلعت في الاخر بكام؟ ب 3 حسبتها على الاله. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0 اكس بلس اكس كوزاين اكس ساين اكس كوزاين اكس. الكوزاين تيشا. طب يلا هتعمل ايه؟ ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس. طب اكس على اكس ب 1 بلس الاكس دي هتروح مع الاكس دي هيبقى كوزاين اكس كوزاين اكس ب 1. طب ساين اكس على اكس ب 1 معلش دول اتنين حاجه واحده فاكني بعمل ديفايد عليهم هما الاتنين. وكوزاين اكس ب 1 هعتبرها مش موجوده ساين اكس على اكس ب 1 فطلعت في الاخر ب 2. تعال نشوف اللي بعده. tan 3x ساين 4x هعمل ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس. وركز بالله عليك في اللي انا هكتبه دلوقتي. tan 3x على x ب 3 ماشي. ساين 4x على x ب 4 جدع. طب x سكوير على x ب x بلس 2x على x ب 2. هي الاكس تندس كام؟ 0 يعني هشيل اكس واحط مكانها كام؟ 0. شلت الاكس وحطيت مكانها 0. طب 3 ماينس 4 بنيجاتيف 1 0 بلس 2 ب 2 يعني الريزلت بتاعي طلع بنيجاتيف 1 اوفر 2. السؤال اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0 اكس سكوير بلس ساين 3 اكس على 5 اكس كوزاين 2 اكس. هعمل ديفايد اكس سكوير؟ لا هعمل ديفايدد اكس عشان الساين جواها اكس. طب يلا بقى اكس سكوير على اكس باكس ادي اكس بلس ساين 3 اكس على اكس ب 3. طب الاكس دي هتروح مع الاكس دي ايه اللي يتبقى؟ 5. طب كوزاين 2 اكس ما هي كوزاين 0 وكوزاين 0 ب 1 فاكني بقول لك تايمز 1. طب هو قال لي ان الاكس تندس تو كام؟ 0 فاشيل الاكس واحط مكانها 0 0 بلس 3 3 5 تايمز 1 5 يبقى طلعت بكام؟ ب 3 على 5. السؤال اللي بعده شكله غريب. ليميت اكس تندس تو 0 2 على اكس تايمز ساين اكس اوفر 7. مستر انا مش فاهم. اكنسل الاكس مع الاكس وال2 تفضل وال7 تفضل والساين كده بنعك. باشا انا هظبط شكل السؤال. هو السؤال بيقول لك ليميت اكس تندس تو 0 ادي الفراكشن الجميل اهو فوق في 2 وجنبها كلمه ساين بس الساين جواها اكس اوفر 7. طب وتحت في ايه؟ اكس. طيب قول لي كده ايه اللي هيتبقى؟ ال2 كده مالهاش علاقه بحاجه. ساين اكس على 7 اوفر اكس يعني دي اكنها 1 اوفر 7 يعني هيبقى اكني بقول لك 1 اوفر 7 اوفر ال 1 يعني 2 تايمز 1 اوفر 7 اللي هي 2 على 7. قشطه قشطه. تعال نشوف اسئله كمان. تعال نشوف بقيه الاسئله. بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 tan 3x ماينس ساين 4x على ساين 3x. خلاص بقت فكره معروفه. هعمل ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس. معلش tan 3x على x ب 3 ساين 4x على 4 على x ب 4. طب ساين 3x على 3 ب 3 طلعت بنيجاتيف 1 اوفر 3. طب تعال نشوف اللي بعدها. ليميت اكس تندس تو 0 1 على اكس تايمز ساين اكس على 5 بلس تان اكس على 5. صلى على النبي. 1 على اكس دي تايمز الكلام ده اكني بقول لك هدخل دي جوه فهدخلها جوه هتبقى هنا على اكس وهنا على اكس. طب تان اكس على 5 اوفر الاكس هتطلع 1 على 5 بلس تان اكس على 5 اوفر اكس هتطلع 1 على 5 برضه فطلعت في الاخر بكام؟ ب 2 اوفر 5. وصلى على النبي. كلمه ساين اكس على 5 هياها ساين 1 على 5 اكس يعني ساين اكس على 5 هياها 1 على 5 اكس. طيب السؤال اللي بعد كده 3 اوفر 5 اكس بلس 4 تايمز ساين 4 اكس. ايه رايك ادخل الساين جوه مره هنا ومره هنا ومليني ايه اللي هيطلع؟ مليني انت ايه اللي هيطلع. فانت واحد راح قايل لي مستر دي هتبقى عامله كده 3 تايمز ساين هتبقى 3 ساين 4 اكس على 5 اكس بلس 4 ساين 4 اكس. بالراحه كده واحده واحده. 3 ساين 4 اكس على 5 اكس
هتطلع ب 4 على 5 تايمز 3 هتبقى ب 12 على 5 بلس 4 ساين 4 اكس بس. احنا القانون بتاعنا ساين اكس على اكس. طب دي ساين بس من غير تحت، يعني مفيش تحتها حاجه، فمعنى كده هعمل تعويض على طول، تعويض مباشر. يعني هحط الاكس بكام؟ بزيرو. ما اكس تندس تو زيرو. ساين 0 بزيرو، ساين 0 بزيرو. طب ساين 4 تايمز 0 بزيرو برضه. يبقى ساين 0 بزيرو تايمز 4 هتطلع بزيرو. يبقى لما الاقي الساين كده لوحدها او التان كده لوحدها اكنك مش شايفها. يبقى دي كده اكني مش شايفها. تمام؟ فالريزلت في الاخر طلع بكام؟ ب 12 على 5. تعال نشوف السؤال اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 3 ساين 3 اكس ماينس 9 على 2 اكس ماينس 6. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا كل الاسئله بتاعتنا اكس تندس تو 0 اكس تندس تو 0. دي ايه دي؟ اكس تندس تو 3. اعمل ايه؟ اعملها بقى ماينس 3 ناحيتين. اودي ال 3 الناحيه الثانيه. ماشي. بقى ليميت اكس ماينس 3 تندس تو 0. طب ماشي. واحد جه يبص بصه هنا مثلا لقى ان دي ساين جواها 3 اكس ماينس 9، قال ياخد 3 كومن فاكتور بس هتفضل جوه برضه، يبقى اكس ماينس 3. طب وتحت هياخد 2 كومن فاكتور، ايه اللي هيبقى؟ اكس ماينس 3. حد ملاحظ حاجه؟ فاكر لما قلت لك ليميت اكس ماينس 3؟ لا قلت لك ليميت نجمه تندس تو 0 ساين ايه نجمه على بي نجمه ايكوال ايه على بي. اكس ماينس 3 دي بالنسبه لي النجمه، ما هو اللي موجود هنا موجود هنا موجود هنا، نجمه نجمه نجمه. يبقى الريزلت بتاعي ايكوال كام على كام؟ ايكوال 3 على 2. ده شبه ده، اللي قدامه على اللي قدامه. طب ماشي. ليميت اكس تندس تو 0 ساين 24 اكس تايمز كوزاين 6 اكس تان 6 اكس تايمز كوزاين 24 اكس. يا ابن الحلال الكوزاين دي لما احطها مع الساين او احطها مع التان كده انا بضحك عليك كمين. ليه؟ عشان كوزاين 0 ب 1، فدي اكني مش شايفها، دي اكني مش شايفها، ما هي 1. طب هنا ساين 24 على اكس على اكس، طب دي طلعت بكام؟ اللي فوق طلعت ب 24 واللي تحت تان 6 اكس على اكس طلعت بكام؟ ب 6. الريزلت في الاخر طلع ب 4. طب تعال نشوف اللي بعدها. ليميت اكس تندس تو 0 ساين باور 2 اكس على اكس ايكوال ايه؟ اللي فوق باور 2 اللي تحت باور 1. بص هفصصها لك عشان نعرف نترجم مع بعض. هي ليميت اكس تندس تو 0 ساين سكوير دي عباره عن ساين اكس تايمز ساين اكس، وفي اكسايه واحده تحت اهي. بالراحه كده. هي ساين اكس على اكس بكام؟ ب 1. جدع. وساين اكس بس لو لوحدها كده سلط ملط هنحط الاكس بزيرو هتبقى ساين 0 بكام؟ بزيرو. فالريزلت هنا طلع بكام؟ بزيرو. واحد قال يا مستر كده السؤال باظ. السؤال بيبوظ في حاله واحده، 0 على 0. طيب زي ما هنا كانت ساين 4 اكس قلت اللي هي بزيرو في الاخر. طب ما هنا ساين اكس لوحدها برضه بزيرو، وساين اكس على اكس بكام؟ ب 1. قشطه قشطه. تعال نشوف واحده كمان. ليميت اكس تندس تو هاف اكس كوزاين نيجاتيف 2 اكس بلس 1 على اكس سكوير بلس اكس. هتعمل ايه؟ ايه؟ قلت انا عشان انت مش معانا من الاول الحصه. بص الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم على الليميت بتاع التريجونومتريك فانكشن. قعدنا كتبنا مالينا بورد كلها ساين وتان بس، ما جبناش سيره الكوزاين. قلنا الكوزاين دي تيشه. هتعمل ايه؟ صلي على النبي قول لي هتعوض. ده الحل المناسب. يا مستر احنا اصلا اي قانون ليميت، اي سؤال ليميت في الدنيا بناخده اول حاجه بعوض. ده بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا ليميت قلنا كده. طب ما تيجي تعوض نشوف. لو طلعت 0 على 0 يبقى السؤال ده ليه اجابه. ما طلعش 0 على 0 طلع برقم خلاص يبقى السؤال هو بيتحل بالتعويض. طب تعالى نجرب كده. هشيل اكس واحط هاف. ادي هاف كوزاين نيجاتيف 2 تايمز هاف بلس 1 على هاف باور 2 بلس هاف. طب ماشي تعالى نمشيها واحده واحده. الهاف فوق اهي زي ما هي. دي نيجاتيف 2 تايمز هاف بالنيجاتيف 1 بلس 1 0 كوزاين 0 ب 1.
طب تحت هاف باور 2 ب 1 على 4 بلس 1 على 2، يعني طلعت في الاخر، احسبها على الاله او احسبها بدماغك، دي كده طلعت تحت 3 على 4، تطلع فوق داون، الداون يطلع اب، فطلعت بكام في الاخر؟ ب 2 على 3. قشطه قشطه. تعال نشوف اسئله افكار اعلى بقى. دي اسئله كلها كانت باور 1، تعال نشوف لما يبقى فيها باورات نعمل ايه. طيب تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0 ساين باور 2 3 اكس على 5 اكس سكوير. صلى على النبي. جيت قلت لك الباور 2 هنا على مين؟ على الساين، يبقى الريزلت اللي يطلع من الساين تحط له باور 2، يعني الاجابه هنا هتطلع 3 باور 2 على، هل باور 2 على ال5؟ لا، على الاكس بس، يبقى اكتب على اكس على 5 بس، فطلعت في الاخر بناء على 5. نقول تاني، دي ساين باور 2 3 اكس على 5 اكس سكوير، الاجابه تبقى 3 باور 2 على 5 بس، طول ما الباور 2 مش على ال5. طب تعالى هنا، تان باور 3 2 اكس على 4 اكس باور 3، نفس الحركه يا مستر، هتبقى 2 باور 3 على 4 بس، اللي هي 8 على 4 اللي هي طلعت بكام؟ ب 2. طب تعالى هنا، ليميت اكس تندس تو 0 ساين باور 2 3 اكس على تان باور 2 2 اكس. صلى على النبي بقى. السؤال ده انا جيت بقول لك ساين على تان ولا بقول لك ساين باور 2؟ بقول ساين باور 2، يبقى بدل قلت ساين باور 2 يبقى انا هعمل هنا ديفايدد اكس باور 2 وهنا ديفايدد اكس باور 2. طب ماشي، بعدين ايه الريزلت اللي هيطلع؟ ساين باور 2 3 اكس هتبقى 3 باور 2 على 1. طب تان باور 2 2 اكس هتبقى 2 باور 2، طلعت ب 9 على 4. طب اللي بعده تحت اهي ساين باور 4، يبقى هعمل ديفايد اكس باور 4، بس لو انا جيت بصيت فوق بقى هتقول لي يا مستر دي تان باور 1، اقول لك ما هو لازم فيها اكس باور 3، ما هنا باور 3 وهنا باور 1، يبقى انا محتاج باور 4، يبقى هعمل ديفايدد هنا اكس باور 4 وديفايدد هنا اكس باور 4. طب تحت سلكت هتقول لي ساين باور 4 2 اكس هتبقى 2 باور 4. فوق ما سلكتش، ما عادي، ما هو تان باور اكس باور 4 دي هياها اكس باور 3 تايمز اكس باور 3 هتروح مع اكس باور 3، وتان 2 اكس على اكس ب 2، يعني الريزلت في الاخر طلع بكام؟ ب 1 على 8. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0 ساين باور 2 اكس على 2 اوفر اكس تان 2 اكس، هعمل ديفايدد اكس باور 2. ليه؟ عشان دي يا مستر اسمها ساين باور 2. طب بص كده، ساين باور 2 اكس على 2 اوفر اكس باور 2 هتطلع بهاف باور 2. جت منين الهاف دي؟ ما هي اكس على 2، اكني بقول لك 1 على 2. طب تحت اكس هتروح مع اكسايه، يبقى تان 2 اكس على اكس اللي هي ب 2، فطلعت برضه 1 على 8. طب تعال نشوف دي كده، ساين باور 1 تان باور 2 باور 1 وباور 2، يبقى انا محتاج اكس باور 3. طب اكس باور 3 هقسمها، اقول لك هنا اكس واقول لك هنا اكس سكوير، اكس تايمز اكس باكس باور 3، وتحت هقول لك اكس باور 2 تايمز اكس. ليه يا مستر انت بتفصص كده؟ اقول لك عشان ساين 4 اكس على اكس تديني 4 تايمز تان باور 2 5 اكس على اكس تطلع ب 5 باور 2 على اكس سكوير تروح مع اكس سكوير، ساين اكس على اكس ب 1، فطلعت في الاخر بكام؟ ب 100. طب تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 0 اكس ساين 2 اكس على ساين اكس تان 3 اكس، اكس ساين 2 اكس يعني عايزه اكس باور 2 بس انا هفصصها اكس واكس، وتحت عايزه اكس باور 2 هفصصها اكس واكس، وقول لي الريزلت كده. اقول لك اكس تروح مع اكس، ساين 2 اكس على اكس ب 2، ساين اكس على اكس ب 1، تان 3 اكس على اكس ب 3، طلعت في الاخر بكام؟ ب 2 على 3. طب هل ممكن واحد يحل على طول بدماغه؟ ممكن واحد يحل على طول بدماغه. طيب ليميت اكس تندس تو 0 اكس تان 2 اكس، هعمل ديفايدد اكس باور 2 بس هفصصها، هقول لك هنا اكس واقول لك هنا اكس، ديفايدد اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2. يلا بالراحه مليني، اكس هتروح مع اكس، تان 2 اكس على اكس ب 2، اكس باور 2 على اكس باور 2 ب 1 بلس ساين سكوير 3 اكس على اكس باور 2، ساين سكوير 3 اكس هتديني 3 باور 2، طلعت في الاخر ب 2 على 10، طلعت في الاخر ب 1 على 5. قشطه قشطه.
تعالى يا باشا نحل باقي الاسئله. طيب تعالى نحل بقى في الكتاب على طول. سؤال بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 اكس سكوير بلس تان سكوير تو اكس اوفر 2 اكس سكوير بلس ساين سكوير. لو انت لاحظت انا عمال اقول سكوير يعني عمال اقول باور 2. خلاص يبقى هعمل كل سؤال ديفايدد اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2. معلش كده قول لي الريزلت بقى على جنب هيبقى ايه. هتقول لي اكس باور 2 على اكس باور 2 هيتكنسلوا مع بعض. ايه اللي هيبقى 1 بلس تاني سكوير 2 اكس على اكس باور 2 يبقى 2 باور 2. ليه 2 باور 2؟ عشان التان عليها باور 2. احنا قلنا لو التان عليها باور 2 يبقى اللي جوه ده نكتبه باور 2. طيب اوفر 2 اكس سكوير على اكس باور 2. اكس سكوير هتروح مع اكس سكوير هيبقى 2 بس بلس 3 باور ساين باور 2 3 اكس على اكس سكوير. يبقى الريزلت بتاعي 3 باور 2. فالريزلت هنا طلع بكام؟ 1 بلس 4 5 اوفر 9 بلس 2 11. السؤال اللي بعده. السؤال بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 تو اكس باور 3 بلس اكس ساين 5 اكس اوفر اكس سكوير وتان 3 اكس سكوير. خلي بالك واحد قال لي انا لقيت اكس باور 3 عملت ديفايد اكس باور 3. اقول له لا، الموضوع مش ماشي كده. ان دي هنا اكس سكوير ودي تان اكس سكوير ودي اكس وساين 5 اكس، فالدنيا ايه ماشيه طبيعي مع بعض. فاحنا ممكن نقول هنا هعمل ديفايدد اكس سكوير ديفايدد اكس سكوير ديفايدد اكس سكوير ديفايدد اكس سكوير. بالراحه كده نحل مع بعض. هي 2 اكس باور 3 على اكس سكوير. ايه اللي يبقى معايا 2 اكس بلس اكس ساين 5 اكس على اكس سكوير. الاكس هتروح مع واحده من تحت هيبقى ساين 5 اكس على اكس. طب ماشي ساين 5 اكس على اكس بكام؟ ب 5 اوفر تحت اكس سكوير على اكس سكوير ب 1 بلس تان 3 اكس سكوير على اكس سكوير. اكس سكوير واكس سكوير هاخد الرقم اللي قدامها على الرقم اللي قدامها يبقى 3 بس يعني. وهحط هنا الاكس بزيرو فالاكس دي هتطير هيبقى 5 اوفر الفور. واحد رد عليا رد جميل قوي قال لي يا مستر اشمعنى بقى، بص بقى اشمعنى في السؤال ده قلت الريزلت هنا 3 باور 2 وهنا قلت 3 بس؟ جاوب انت. انا اقول لك الساين هنا عليها باور 2 لكن التان هنا مش عليها باور 2، ده باور 2 على الاكس. لو باور 2 على الاكس خد الرقم على طول. طب لو باور 2 على التان هتقول لي 3 باور 2. قشطه قشطه. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده نفس الحركه. اكس ساين 2 اكس ساين سكوير تان سكوير اكس سكوير كله ديفايدد اكس سكوير كله ديفايدد اكس سكوير كله ديفايدد اكس سكوير كله ديفايدد اكس سكوير. وتعالى قول لي الريزلت بالراحه كده يا راجل يا محترم. الاكس هتروح مع واحده من تحت هيبقى ساين 2 اكس على اكس. طيب ساين 2 اكس على اكس بقى ايكوال كام؟ ايكوال 2 بلس ساين سكوير 2 اكس على اكس سكوير هيبقى 2 باور 2. طب تاني سكوير 3 اكس على اكس سكوير 3 باور 2. اكس سكوير على اكس سكوير ب 1. طب اللي فوق طلع ب 6 اللي تحت طلع ب 10 فطلعت ب 3 على كام؟ على 5. تعال نشوف اللي بعده. ساين 5 اكس باور 3 ساين باور 3 5 اكس على 2 اكس باور 3. طب ماشي هعمل ديفايدد اكس باور 3 ديفايدد اكس باور 3 ديفايدد اكس باور 3. ايه اللي يبقى معاك؟ ساين 5 اكس باور 3 على اكس باور 3 هيطلع ب 5 بس. ليه؟ عشان باور 3 على الاكس مش على الساين. طب اللي جنبها ساين باور 3 باور 3 موجوده على الساين يبقى الريزلت اللي يطلع اكتب عليه باور 3 اوفر 2 اكس باور 3 على اكس باور 3 راحوا مع بعض يبقى كام؟ 2 بس. طب اللي فوق طلع 130 واللي تحت طلع اوفر 2 فطلعت بكام؟ ب 65. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده ليميت اكس تندس تو 0 10 باور 2 اكس بلس 10 باور 2 3 اكس بلس 10 باور 2 5 اكس اوفر اكس سكوير. اكس سكوير اكس سكوير اكس سكوير اكس سكوير. وقول لي الريزلت هيبقى كام في الاخر؟ 10 باور 2 اكس على اكس سكوير ب 2 باور 2 اللي جنبها 3 باور 2 اللي بعدها 5 باور 2 اوفر 1. ليه؟ عشان باور 2 هنا موجودة على التان باور 2 موجودة على التان باور 2 موجودة على التان فباخد الرقم اللي قدامه. والمفروض هنا في 1 معلش دي 1.
دي 1. يبقى 1 باور 2 بلس 3 باور 2 بلس 5 باور 2 على 1. طب اللي بعده السؤال بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 تان 6 اكس ماينس ساين نيجاتيف 3 اكس اوفر اكس كوزاين 5 اكس كوزاين 2 اكس. قلت لك لما تلاقي كوزاين كده لوحدها اعتبرها مش موجوده. ليه؟ عشان كوزاين 5 اكس يعني كوزاين 0 كوزاين 0 ب1، وكوزاين 2 اكس يعني كوزاين 0 برضه ب1. يعني دي بالنسبه لي 1، دي بالنسبه لي 1، ودي برضه بالنسبه لي كام؟ 1. فوق هعمل ديفايدد اكس ديفايدد اكس، واللي تحت هي اكس. تعال نشوف الريزلت بالراحه كده ايه اللي هيطلع. تان 6 اكس على اكس ب 6 ماينس ساين نيجاتيف 3 اكس على اكس بنيجاتيف 3 فخليتها بلس اوفر اكس هتروح مع اكس 1 بلس 1 طلعوا ب 2 فطلعت ب 9 اوفر كام؟ اوفر 2. قشطه قشطه. تعال نشوف السؤال اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 3. اكس تندس تو 3 لا، كل الاسئله اللي خدناها اكس تندس تو 0. كل الاسئله اللي خدناها اكس تندس تو كام؟ 0. هنا اكس تندس تو 3. فخلي بالك هعمل ايه يعني. هقول لك بقى يا بطل ودي ال 3 دي الناحيه التانيه. فالسؤال بالنسبه لي جديد اهو اسمه ايه؟ ليميت اكس ماينس 3 تندس تو 0. فوق مكتوب تان اكس ماينس 3، تحت مكتوبه اكس باور 3 ماينس 27. اعمل لها فاكتورايز، براكت صغير براكت كبير. كيوبيك روت للاكس باور 3 هتبقى باكس، كيوبيك روت لل 27 ب 3. البراكت التاني اكس باور 2، الاولاني باور 2 التاني باور 2، الاولاني تايمز التاني، والساين بتتحط زيها عكسها بوزيتيف. زي ايه؟ زي العلامه دي زيها عكسها بوزيتيف. طيب من الاخر انا هعمل ايه؟ انا هاخد الجزء ده مع بعض. طب والجزء التاني هعتبر ان في 1 هنا اوفر الكلام التاني اللي هو برضه هعلم لك عليه. يعني اللي بالبينك ده لوحده واللي بالازرق ده ايه؟ لوحده. طيب بالراحه كده الحته دي تان اكس ماينس 3 على اكس ماينس 3. طب ما هو اكس ماينس 3 قدامها 1 وتحت اكس ماينس 3 قدامها 1، فدي كده 1 على 1 هتتشال مع بعض. طيب ادي فوق 1 اهي، يبقى اللي فوق كام؟ 1. طب اللي تحت عوض بقى. الاكس تندس اصلا تو 3، اشيل كل اكس واحط 3 يبقى 3 باور 2 بلس 3 تايمز 3 بلس 3 باور 2 فطلعت ب 1 على 27. قشطه قشطه. تعالى نشوف اسئله افكار تانية. الاسئله برضو اللي باقيه هتقول لي ايه؟ ديفايدد دي ديفايدد اكس باور 2 ديفايدد اكس باور 2 اكس باور 2. طب هنا في اللي بعدها ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس. طب يا مستر الكوزاين عادي هتطلع ب 1. هنا ديفايدد اكس باور 2 دي هتطلع 3 بس. ديفايدد اكس باور 2 دي هتطلع 5 باور 2. ديفايدد اكس باور 2 هتطلع 1. طب هنا ماليش دعوه بده، انا هشتغل هنا ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس. 2 اكس اكس سكوير على اكس هتديني اكس، والاكس تندس تو 0 فاكنها مش موجوده، ودي نفس الحركه اكنها مش موجوده. ساين 3 اكس على اكس هتطلع ب 3. تان 6 اكس على اكس هتطلع ب 6. اول باور كام؟ 4. يعني 3 على 6 اللي هي بهاف، هاف باور 4. طيب اللي بعدها اكس باور 6. اوزع اكس باور 6، الاكس باور 6 دي هوزعها، احط واحده تحت الساين اكس، واتنين تحت اكس باور 2 تحت الساين باور 2، واكس باور 3 تحت الساين باور 3، وكده كده بينهم تايمز. فالريزلت بتاعهم يطلع بكام؟ اكس باور 6. دي هعمل تايمز كونجوجيت فوق وتحت، روت اكس بلس 2 بلس روت 2، وتحت روت اكس بلس 2 بلس روت 2. هعمل تايمز كونجوجيت. طيب الريزلت هيطلع ايه؟ تعالى اكتب لك الريزلت عشان تحل على طول. يبقى فوق ساين اكس ومعاه براكت اسمه روت اكس بلس 2 بلس روت 2، وكده كده هتقعد في البراكت ده الاكس بزيرو على روت تايمز روت يبقى اكس بلس 2 ماينس روت 2 تايمز روت 2 يبقى 2، وال2 هتروح مع ال2 هيبقى اكس. طيب قول لي بقى كده ساين اكس على اكس بكام؟ ب1، وهتحط هنا الاكس بزيرو، يبقى الريزلت في الاخر طلع بكام؟ ب2 روت 2.
طيب هنا ليميت اكس تندس تو 1 وادخل 1 جوه، يبقى اكس ماينس 1 تندس تو 0 ساين اكس ماينس 1. طب تحت اكس سكوير بلس اكس ماينس 2 اعمل لها فاكتورايز. اكس واكس التو عباره عن 1 و 2، دي نيجاتيف دي بوزيتيف. هاخد دول مع بعض، اخدهم كده مع بعض. ساين اكس ماينس 1 على اكس ماينس 1 ب 1 ثانيه، ب 1. يبقى اللي فوق 1 اهي. تحت هعوض مكان الاكس بلس 2، هشيل اكس واحط 1، يبقى 1 بلس 2 اللي هي كام؟ 3. قشطه قشطه. كده احنا حلينا كوتشن كام؟ كوتشن 2. تعالى نخش على 3 عشان في شغل كتير. طيب قبل ما نبدأ في كوتشن 3 تعالى افكرك بشوية حاجات قلناها ولازم تفتكرها. ايه هي الحاجات دي؟ تعالى افكرك. هو انا لو قلت لك ساين سكوير اكس بلس كوزاين سكوير اكس، الريزلت لازم يطلع بكام؟ ب1. ساين سكوير بلس كوزاين سكوير ايكوال 1. 1 بلس تاني سكوير ايكوال سيك سكوير. طب 1 بلس كوتاني سكوير ايكوال كوزيك سكوير. يبقى ساين سكوير بلس كوتاني سكوير ايكوال 1. 1 بلس تاني سكوير ايكوال 6 سكوير. 1 بلس كوتاني سكوير ايكوال كوزيك سكوير. طيب وجينا خدنا في الليميت في اول الحصه بتاعت الشرح ليميت اكس تندس تو 0 ل 1 ماينس كوزاين اكس على اكس ايكوال كام؟ اتفقنا ايكوال كام؟ 0. اتفقنا ايكوال كام؟ 0. تمام تمام. طيب تعال نشوف الاسئله بتقول ايه. اول سؤال عندي بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 3 1 ماينس كوزاين اكس على اكس. طب 3 1 ماينس كوزاين اكس على اكس ايكوال كام؟ صلى على النبي. احنا اتفقنا اهو ان الجزء ده بكام؟ بزيرو. طيب يعني الريزلت في الاخر هيبقى 3 تايمز 0. طب 3 تايمز 0 ايكوال كام؟ ايكوال 3. تعال نشوف اللي بعده. طيب اللي بعده ده اول واحد حليناه. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ليميت اهو. اللي بعده بيقول لي ليميت اكس تندس تو كام؟ 0. ماشي. 1 ماينس كوزاين اكس بلس ساين اكس اوفر 1 ماينس كوزاين اكس ماينس ساين اكس. صلى على النبي. انا هعمل فوق وتحت ديفايدد اكس. هعمل دي ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس ديفايدد اكس وارجع اسالك بقى 1 ماينس كوزاين اكس على اكس بكام؟ بزيرو. خلاص قشطه. يبقى اول واحده بزيرو بلس ساين اكس على اكس ب1. طب اللي تحت 1 ماينس كوزاين اكس 1 ماينس كوزاين اكس على اكس دي بكام؟ دي بزيرو ماينس ساين اكس على اكس. ساين اكس على اكس بكام؟ ساين اكس على اكس بكام؟ ب1. فالريزلت طلع ب1 على نيجاتيف 1 اللي هي في الاخر بكام؟ بنيجاتيف 1. تعال نشوف السؤال اللي بعده. ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول لي كده ليميت اهو ليميت اكس تندس تو 0 ساين اكس وجنبها 1 ماينس كوزاين اكس على كام؟ على اكس سكوير. انا من النوع اللي احب افصص. ازاي؟ ليميت اكس تندس تو 0 دي ساين اكس اهي وجنبها 1 ماينس كوزاين اكس. طيب ايه رأيك لو فصصت اللي تحت كده كده بينهم تايمز، بدل اكس سكوير كتبتها اكس تايمز اكس. بالراحة كده ممكن تقول لي الحتة الأولانية ايكوال كام؟ والله الحتة الأولانية يا عم ساين اكس على اكس بكام؟ ب1 تايمز. طب تاني واحدة 1 ماينس كوزاين اكس على اكس بكام؟ بزيرو. يبقى دي طلعت بكام؟ بزيرو. يبقى 1 تايمز 0 بكام؟ بزيرو. قشطة قشطة. تعال نشوف اللي بعده. ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول لي ايه؟ فين؟ ايه السؤال اللي بعده؟ ليميت
x tends to 0 1 minus كوزين سكوير 3x على 4x سكوير ايكوال كام؟ 1 ماينس كوزين سكوير. ايه 1 ماينس كوزين سكوير ده يا مستر؟ تعالى افكرك باول حاجه شرحتها حبيبي. مش انا قلت لك ساين سكوير بلس كوزين سكوير ايكوال 1؟ طيب لما اجي اسالك بقى 1 ماينس كوزين سكوير اكس هتقول لي ايكوال كام؟ هتقول لي ايكوال ساين سكوير اكس. 1 ماينس اهي هي ساين سكوير بلس كوزين سكوير ايكوال 1. لما انا اسالك بقى 1 ماينس كوزين يبقى كأنك وديت دي الناحيه التانيه بالماينس، يبقى 1 ماينس كوزين سكوير ايكوال ساين سكوير. نرجع تعالى 1 ماينس كوزين سكوير 3 اكس على 4 اكس سكوير هتعمل ايه؟ هتقول لي يا مستر ما انا هشيل الساين سكوير 1 ماينس كوزين سكوير واحط مكانها ساين سكوير. قلت له جدع. يبقى السؤال اسمه ليميت اكس تندس تو 0 ساين سكوير 3 اكس وتحت مكتوب كام؟ 4 اكس سكوير. طب الريزلت هنا هيبقى ايكوال كام؟ ساين عليها باور 2 يبقى 3 باور 2 اوفر 4 اكس سكوير هتديني 4 يبقى طلعت ب 9 اوفر ال 4. قشطه قشطه. تعال نشوف اللي بعده. ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 3 ماينس 3 كوزين باور 2 4 اكس اوفر 8 اكس سكوير. ايه ده بقى؟ ما نفس الفكره. هتقول لي ليميت اكس تندس تو 0 دي فيها 3 ودي فيها 3 هاخد ال 3 كومن فاكتور هيبقى لو خدت 3 كومن فاكتور هيبقى 1 ماينس كوزين سكوير 4 اكس. طب 1 ماينس كوزين سكوير هتبقى ساين سكوير ادي ساين سكوير 4 اكس اوفر ايه؟ اوفر 8 اكس سكوير. طب معلش قول لي الريزلت كده. هتقول لي ال 3 اللي بره دي مالهاش علاقه باي حاجه. ساين باور 2 يبقى الريزلت بتاعي فيه 4 باور 2 اوفر 8 اكس سكوير يعني 8. طب ماشي الريزلت طلع بكام؟ 3 تايمز 16 طلع ب 6 في الاخر. قشطه يا راجل يا محترم. قشطه يا راجل يا محترم. تعال نشوف اللي بعده. سؤال بقى بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 ل 1 ماينس كوزين اكس على اكس سكوير. وبرضه نفس السؤال بتاع 1 ماينس كوزين اكس على اكس. نار الدنيا. 1 ماينس كوزين اكس على اكس 1 ماينس كوزين اكس على اكس دي نفس الحل برضو بتاع 1 ماينس كوزين اكس على اكس. هي اكس سكوير هنا بس هو نفس الحل بتاع 1 ماينس كوزين اكس على اكس. هو فين عمال اعيد ليه؟ ماشي. فبعمل تايمز 1 بلس كوزين اكس 1 بلس كوزين اكس. ليه بقى؟ عشان انا مش عارف 1 ماينس كوزين اكس دي اصلا اعمل فيها حاجه. فقلت اعمل تايمز الكونجيجيت بتاعتها. ليه بقى؟ عشان لما تشوف الريزلت هتفهم. عشان لما اجي اقول لك كده ليميت بص كده اللي تحت ما فيش مشكله فيه. اللي تحت اهو اكس سكوير تايمز 1 بلس كوزين اكس. طب اللي فوق 1 ماينس كوزين تايمز 1 بلس كوزين هيطلع 1 ماينس كوزين سكوير اكس. طب احنا لسه عارفين ان 1 ماينس كوزين سكوير اكس ايكوال ايه؟ ساين سكوير. يبقى السؤال قلب بقى اسمه ليميت اكس تندس تو 0 بدل 1 ماينس كوزين سكوير لا ده هتبقى ساين سكوير اكس اوفر اكس سكوير جنبها 1 بلس كوزين اكس. طيب صلى على النبي. انا هحل الحته دي مع بعض. بص الحته دي الجزء ده كده ايه ده؟ الجزء ده هاخده مع بعض. ساين سكوير اكس على اكس سكوير ب1. طب 1 بلس كوزين اكس ما هي كده كده كوزين اكس يا مستر ب1. طب 1 بلس 1 ب2 يبقى الريزلت بتاعي طلع بكام؟ بخاف. واقول لك على نصيحه بيني وبينك احفظ دي بعد اذنك. انت خلاص انت عارف ان الليميت اكس تندس تو 0 ل 1 ماينس كوزين اكس على اكس ب0. احفظ دي بالمره بقى. ليميت اكس تندس تو 0 1 ماينس كوزين اكس على اكس سكوير ايكوال هاف.
يبقى 1 ماينس كوزين اكس على اكس بزيرو، و1 ماينس كوزين اكس على اكس سكوير بكام؟ بهاف. ليه بقى؟ عشان انا اقول لك، عشان اديك سؤال عامل كده x tends to 0 1 minus cosine 2x على x tan 2x. اعمل ايه؟ والله يا مستر المفروض زي ما انت قلت لنا بعمل تايمز 1 بلس كوزين 2x على 1 بلس كوزين 2x، وارجع اقول لك معلش مالين ايه اللي هيطلع. ادي ليميت x tends to 0 1 minus كوزين تايمز 1 بلس كوزين هيطلع ب 1 minus كوزين سكوير 2x اوفر ايه بقى؟ اوفر x tan 2x، ومعاهم 1 بلس كوزين 2x. طيب اللي فوق اشيلها واحط مكانها ايه؟ احط مكانها ساين سكوير 2x. طب يلا اعمل لي فوق وتحت ديفايدد اكس سكوير، اكس سكوير اكس سكوير، واجي اعمل سمبليفاي كده. بص اللي هيطلع لو فوق ساين سكوير 2 اكس على اكس سكوير هيطلع بكام؟ ب 2 باور 2. طب تحت اكس هتروح مع اكسايه، تان 2 اكس على اكس ب 2. طب 1 بلس كوزين 0 اللي هي ب 1، 1 بلس 1 بكام؟ ب 2 برضه. طب 2 باور 2 على 2 تايمز 2 هيطلع بكام في الاخر؟ هيطلع ب 1. قشطه قشطه. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى أسئلة معتمدة على حاجات قديمة. ايه الحاجات القديمة دي؟ لو جيت سألتك كده معلش، هي السك اكس ايكوال ايه، والكوزيك ايكوال ايه، والكوتان ايكوال ايه؟ هتقول لي السك عبارة عن 1 اوفر كوزين. طب والكوزيك 1 اوفر ساين، والكوتان 1 اوفر تان. طب بص السؤال ده، السؤال بيقول لي ليميت x tends to 0 كوتان 3x ساين 5x. واحد قال لي يا مستر اظبط شكل السؤال، قلت له ماشي. ليميت x tends to 0 كوتان تنزل تحت تبقى ايه؟ تبقى تان، ادي تان 3x. طب وساين 5x زي ما هي فوق، وقال لي انا عملت يا مستر ديفايدد اكس فوق وديفايدد اكس تحت، قلت له ماشي. ساين 5x على اكس ب 5، تان 3x على اكس بكام؟ ب 3، يبقى الريزلت بتاعي طلع بكام؟ ب 5 اوفر 3. تعال نشوف سؤال شبهه. السؤال بيقول له ليميت x تندس تو كام؟ 0 3x tan 2x اوفر كوزيك سكوير 3x. اقول له لا ظبط لي شكل السؤال، يعني ليميت x تندس تو 0 3x زي ما هي فوق وجنبها tan 2x. طب اوفر ايه بقى؟ كوزيك تنزل تحت تبقى ساين سكوير. هعمل ديفايدد فوق وتحت اكس سكوير، من فوق اكس هتروح مع اكس، يبقى فوق 3 هو لوحدها تان 2 اكس على اكس ب 2 اوفر ساين باور 2 3 اكس على اكس سكوير ب 3 باور 2. الريزلت في الاخر طلع بكام؟ ب 2 اوفر 3. تعالى نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 كوزيك 4 اكس كوزين باي على 2 ماينس اكس. وركز في السؤال ده بالله عليك. اولا ادي ليميت اكس تندس تو 0، الكوزيك تنزل تحت تبقى ايه؟ تبقى ساين 4 اكس. قلت له ماشي. طب الكوزين ركز، كوزين ايه دي؟ باي على 4، باي على 4 باي على 2. هي الباي على 2 دي اللي هي بكام؟ ب 90. الباي على 2 دي اللي هي كام؟ 90. 90 ماينس اكس. ال 90 ولاد البطة السوداء بتخلي الكوزين تقلبها تبقى ساين اكس.
يبقى كوزين 90 ماينس اكس هي ساين اكس. طب ساين اكس على ساين 4 اكس هتطلع ب 1 على 4 عشان عملت ديفايدد فوق وتحت ايه؟ ديفايدد اكس. قشطه قشطه. تعالى نشوف اللي بعده. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكس اهو، ثانيه نظبط اللون الاحمر ده. السؤال بيقول لي ليميت اكس تندس تو 0 اكس كوتان باور 2 تو اكس اوفر كوزيك 3 اكس. قلت له نظبط شكل السؤال. يعني ايه التظبيط؟ يعني انا عايزه ساين وتان. مبدئيا كده الاكس دي لسه زي فوق زي ما هي، الكوزيك تطلع فوق والكوتان تنزل تحت. الكوزيك تطلع فوق يبقى اسمها ساين 3 اكس، والكوتان تنزل تحت يبقى اسمها تان باور 2 تو اكس. واعمل ديفايدد فوق وتحت اكس سكوير واشوف الريزلت. اكس من فوق هتروح مع اكساوة يبقى ساين 3 اكس على اكس اللي هي ب 3. طب تاني سكوير 2 اكس على اكس سكوير ب 2 باور 2 يبقى طلعت في الاخر بكام؟ ب 3 على 4. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي فين؟ ليميت اكس تندس تو باي على 4 وهنا ساين 2 اكس ماينس باي على 2 اوفر ساين ولا تان 4 اكس ماينس باي. وركز في السؤال ده عشان كل الاسئله اللي جايه بعد منه شبهه. ساين 2 اكس ماينس باي على 2 تان 4 اكس ماينس باي، اشكال غريبه بس هنا لو ركزت هتعرف ان الاجابه هتبقى ايه. مش انت هنا بتقول لي اكس تندس تو باي على 4، هتعمل ايه في الباي على 4؟ توديها الناحيه التانيه بالماينس. طيب لما توديها الناحيه التانيه بالماينس هيبقى السؤال اسمه كده ليميت اكس ماينس باي على 4 اكس ماينس باي على 4. طيب ودي ساين اهي وتحت هقول لك ايه؟ تان اهي. صلى على النبي. مش دي يا ابن الحلال اسمها اكس ماينس باي على 4 معلش تندس تو 0؟ مش دي اكس ماينس باي على 4 تندس تو 0؟ يعني المفروض يبقى هنا في اكس ماينس باي على 4 وهنا مكتوب اكس ماينس باي على 4 عشان لو هنا نجمة وهنا نجمة وهنا نجمة يبقى الرقم اللي قدام النجمة على الرقم اللي قدام النجمة. بس اللي فوق هنا مكتوبة 2 اكس ماينس باي على 2 وهنا 4 اكس ماينس باي. هاخد من هنا 2 كومن فاكتور واخد من هنا 4 كومن فاكتور. لا قول تاني مركزتش. هاخد من فوق هنا 2 كومن فاكتور، ادي 2 هيبقى معايا اكس ماينس باي على 4. ازاي يا مستر كانت باي على 2 بقت باي على 4؟ عملت ديفايد 2. طب وتحت تان 4 اكس ماينس باي هاخد 4 كومن فاكتور. ايه اللي يتبقى؟ اكس ماينس مين؟ اكس ماينس باي على 4. نجمة نجمة نجمة، الرقم اللي قدام النجمة 2 على الرقم اللي قدام النجمة 4 يبقى الريزلت بتاعي 2 على 4 اللي هو بكام؟ بهاف. قشطة قشطة. تعال نشوف واحدة كمان. فكرة تانية بقى. الفكرة التانية بتقول لي كده ليميت اكس تندس تو باي على 2 وفوق مكتوبة 2 اكس ماينس باي على كوزين اكس. خلي بالك ان احنا بيبقى اسئلتنا بتبقى ساين اكس على اكس او ساين نجمة على نجمة تان نجمة على نجمة مش كوزين، فالسؤال هنا مش ماشي مع بعضه. فانا قلت اظبط شكل السؤال الاول يمكن حاجات تمشي مع بعض. ادي ليميت اكس تندس تو باي على 2 انا خليتها اكس ماينس باي على 2 تندس تو 0. اكس ماينس باي على 2 تندس تو 0. طيب فوق لقيت مكتوب 2 اكس ماينس باي 2 اكس ماينس باي. طب ايه رأيك اخد 2 كومن فاكتور من فوق هيبقى اكس ماينس باي على 2. الحمد لله
اللي هنا شبه اللي هنا، ناقص بقى اللي جوه هنا. طب دي اسمها كوزاين اكس. طب ايه رايك بدل ما يبقى اسمها كوزاين اكس اخليها لك كوزاين، لا اخليها لك ساين بقى، اخليها لك ساين باي على 2 ماينس اكس. لا ثانيه، ساين 90 ماينس اكس بكوزاين اكس، يبقى انا كده ما غيرتش حاجه في السؤال. ساين 90 ماينس سيتا هي كوزاين سيتا، ما غيرتش حاجه في السؤال. بس لو انت بصيت هتلاقي هنا دي اسمها اكس ماينس باي، ودي اسمها باي ماينس اكس. فمن دي ودي هاخد نيجاتيف كومن فاكتور. لا قول تاني كده يا مستر، انا هعمل ايه؟ هكتب ساين نيجاتيف اكس ماينس باي على 2 عشان تبقى شبه بعض، عشان كلهم يبقوا شبه بعض، او اخد نيجاتيف من فوق كومن فاكتور. طيب معلش، ادي بالنسبه لي النجمه وادي النجمه، الرقم اللي قدام النجمه على الرقم اللي قدام النجمه، فالريزلت الاخر يطلع بكام؟ الريزلت الاخر يطلع ب 2 على نيجاتيف 1 اللي هي بنيجاتيف 2. قشطه قشطه. نفس السؤال ونفس الفكره لو انا جيت قلت لك كده ليميت x minus باي tends to 0 وساين x على x minus باي. ما هي الباي دي 180، الباي 180، فانا ممكن اظبط شكل السؤال اخليه كده limit x tends to باي، تحت هي x minus باي، والساين x دي هخليها ساين 180 ماينس باي. 180 ماينس باي اهي اللي هي 180 ماينس اكس قصدي، اللي هي باي ماينس اكس. وعشان ما تبقاش يعني هنا مكتوب اكس ماينس باي وهنا باي ماينس اكس، هاخد نيجاتيف كومن فاكتور، فهخليها كده ساين نيجاتيف اكس ماينس باي عشان تبقى شبه اللي تحت يعني. طيب وبالنسبه لي دي بقت نجمه ودي بقت نجمه، الرقم اللي قدام النجمه على الرقم اللي قدام النجمه، يبقى طلعت في الاخر بكام؟ بنيجاتيف 1. قشطه قشطه. صلى على النبي. احنا هنقف لحد هنا، هنقف لحد هنا. احنا كده خدنا الليميت بتاع التريجونومتريك فانكشن. الدرس اللي بعديه على طول اسمه الليميت او existence of limit. existence of limit. اللي بعديه درس اسمه continuous او continuity، ويبقى كده خلصنا calculus. وهيبقى فاضل درس واحد في التريج، درس واحد اللي هو solve the triangle. هينزلوا مع بعض برضو، يعني انت هتلاقي الدرس ده نزل بعديه الاكزيستنس والكونتينيوتي والسولف ذا ترينجل نزلوا مع بعض. خلصهم بسرعه. مراجعتنا هتبقى كالاتي ان شاء الله يا شباب. مراجعتنا هتبقى كل يونت لوحده، يونت 1 لوحده، يونت 2 لوحده، يونت 3 لوحده، يونت 4 لوحده، يونت 1 ده الجبر، يونت 2 ده الجبر، يونت 3 ده كالك، يونت 4 ده تريج. ده لوحده ده لوحده ده لوحده ده لوحده. هنحل هنا بتاع حوالي 100 سؤال، وهنا 100 سؤال، وهنا 100 سؤال، وهنا 100 سؤال. مش اي اسئله، لا ده بتاعه الاكزام، اسئله الاكزام، يعني الاسئله اللي هيجي منها اخر السنه. يعني انت لو على الله حكايتك، انت لو على الله حكايتك تشوف الاسئله بتتحل ازاي وتحل ازاي في الامتحان. بلس احنا لسه ما قلناش الاله، فهناخد ازاي نحل بالاله، ازاي نحل بالاله. فالآلة هتخليك تحل نص الامتحان. يعني انت لو على الله حكايتك ولسه ما بدأتش، اتفرج على المراجعات، خش قفل. طب انت راجل مذاكر شوية، بعد ما تتفرج على الفيديوهات مش هتضطر اللي انت تذاكر، خلاص يبقى هي دي المذاكرة بتاعتك. قشطة قشطة. اشوفك الفيديو الجاي.